السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله جايه لكم بفيديو جديد هنعمل فيه مع بعض طريقة عمل الرز بلبن. طبعا كتير مننا الرز بلبن ما بيطلعش مظبوط معاها، بس بعد النهاردة هنعمله بجد بطريقة حلوة جدا بنفس طريقة المحلات بالظبط، وبيكون الطعم بتاعه تحفة. تابعوني في الفيديو دوت عشان خاطر تعرفوا ان الطريقة عملتها ازاي. بس قبل ما ابدأ الفيديو بتمنى منك انك انت تعملي لايك، ولو انت اول مرة بتشوفيني تشتركي في القناة وتفعلي زرار الجرس عشان اي فيديو انزله يوصلك الاشعار بتاعه. اول حاجة هنا انا جايبة هنا معايا 4 كوبايات من المية، وسبتهم لحد ما يغلوا خالص زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل عليهم بكوباية من الرز. يبقى 4 كوبايات مية ياخدوا كوباية من الرز. انا عايزة الرز بتاعي دوت يبقى مهري جدا، يعني مستوي معجن كده ومهري كمان، مش معجن ومش مستوي. فهسيبه بقى كده لحد ما يشرب المية بتاعته ديت كده، ويبتدي ان هو يعجن معايا. هحط بس عليه شوية من الملح علشان خاطر لما اجي احط السكر يكون السكر كده والملح متعادلين مع بعض. هنا كده خلاص الرز شرب المية بتاعته كده. اللي فاضلة ديت يا بنات مش مية، ديت النشا بتاعت الرز. فانا عايزاها، مش هسيبه يتشرب اكتر من كده، فعايزاها يعني عشان خاطر تخلي قوام الرز بلبن بتاعي حلو. بعد كده بقى هنزل باللبن بتاعي، هنزل ب2 لتر من اللبن. كوباية الرز بتاخد 2 لتر من اللبن اهوت. ويستحسن ان هو يكون لبن ابيض اللي هو اللبن الجاموسي، مش لبن بقري، علشان خاطر اللبن الجاموسي بيبقى فيه دسامة كده وبيبقى طعمه حلو. فهنزل بقى كده باللبن، كمية اللبن كلها. واللبن دوت ما يكونش اتغلى قبل كده، يعني انت تكوني جايباه من عند اللبان لسه ما غليتيهوش ولا حطيتيه على النار، علشان خاطر بيبقى دسم اكتر من اللبن اللي انت غليتيه. خلاص هنا اللبن كان ابتدى ان هو يغلي معايا. هحط بقى السكر بتاعي، والسكر دوت على حسب الرغبة، وعلى حسب انت ما بتحبي السكر بتاعك ايه. عايزاه مسكر قوي بتكتري، انا هنا حاطه 7 معالق من السكر. لو انت عايزاه مسكر بتكتري عن ال7 معالق دول. وهقلبها بقى كده كويس جدا. وبعد كده بقى هجيب عندي كيس من الفانيليا، او لو عندك فانيليا سايله برضو بتحطيها. وهحط هنا دوت كيس الفانيليا على اللبن. وهقلبهم بقى كويس جدا لحد ما اللبن معايا يبتدي بقى ان هو يغلي قوي. على بال بقى ما اللبن يغلي هعمل معايا النشا. جبت هنا كوباية فيها نصها كده او ربعها مية، وهبتدي ان انا احط عليها معلقتين من النشا. معلقتين بس ما تكتريش عشان خاطر الرز بلبن بتاعك يبقى كريمي كده وما يكونش لازق في بعضه قوي. هما معلقتين حلو قوي، هتقلبيهم كده كويس جدا. وممكن بدل المية تحطي لبن، بس انا اللبن كله حطيته في الرز بلبن، فحطيت هنا مية كده وخلاص. وهتقلبي بقى كويس جدا. هنا بقى كان خلاص اللبن بيغلي معايا كويس جدا مع الرز. هبتدي بقى ان انا انزل عليه بالنشا كده. واول ما تنزلي بالنشا ايدك بتقلب ما تشيليهاش، علشان خاطر ما يكلكعش معاكي النشا كده وتلاقيه متكتل كده في جنب واحد، والبقيه الجوانب ما فيهاش نشا وكده. هنا كده خلاص انا طفيت على الرز بتاعي وهو زي ما انتوا شايفين. طبعا هيتقل جدا كمان بعد ما هيتحط في التلاجة، وهيبقى متماسك كده شوية، فما تخلوش متماسك قوي قبل ما تحطيه في التلاجة عشان ما تلاقيهوش قفش معاكي كده اول ما تحطيه. فهبتدي بقى ان انا اصبه كده في الاطباق. واهم حاجة انك انت تسيبيه يبرد كده شوية لحد ما تصبيه في الاطباق.
وبعد كده هتقومي سايباه لحد ما يبرد، وبعد كده تحطيه في التلاجة وتطلعيه بقى تزينيه باي حاجة موجودة عندك. انا حطيت عليه جوز الهند وحطيت عليه لوز، اللي متوفر عندك بتعمليه. اهوت هنا كنت خرجته من التلاجة بقى وهبتدي ان انا ازينه. يا رب تكون الوصفة بتاعت النهاردة عجبتكم، وصفة الرز بلبن تكون نالت اعجابكم. ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.